حياكم الله. راح اسوي معاكم طريقة بيتزا قيصر. 6 ملاعق كبيرة، هذه الملعقة اللي ناكل فيها من السكر الابيض، راح احط عليهم ملعقة واحدة من الملعقة الكبيرة اللي ناكل فيها، ملعقة واحدة خميرة، عليهم كوب ماي دافي. الحين راح احرك كل المكونات اللي حطها 10 دقائق عشان تتفاعل قبل لا نشتغل اوكي. التشيز كله كيلو راح احطه داخل العجانة. 6 ملاعق طعام هذيل كبار من حليب التموين. احط علبتين من الروب اللي هو ملعقة ملح، نص كوب زيت ذرة. شوفوا شلون تفاعلت معي الخميرة، طلعت فقاعات، راح اصبها كلها، اضافة الى كوب وربع من الماء الدافئ. هذا كوب وهذا الربع يدوب. اتركها تنعجن 8 دقائق وبعدها راح اقول لكم شغله 5 دقائق. هالحركة هذه هي سر نجاح العجينة وتعطينا القوام اللي كنا مخدة لمدة ساعة. الحين راح صوص البيتزا. بالخلاط راح نحط 4 حبات طماط مقشرة، نص حبة بصل أبيض كذي، علبة كاملة معجون طماط، نص كوب كاتشب، كبيرة أوريجانو، ملعقة كبيرة بصل بودر، كبيرة سكر. الحين راح نطبخ الصوص على النار، على نار عالية لمدة 10 دقائق. راح ناخذ من الصوص ونوزع على كرافت شيدر بشرتها. الحين راح اوزعها على البيتزا. بالوسط راح نحط نقطة كاتشب كذي. صارت جاهزة. الحين